معانا مداخلة تانية، نسمع كده. مساء الخير يا دكتورة. مع حضرتك أميرة يا دكتور. دكتورة، يعني الحقيقة أنا زهقت جدا، بس مش عاوز أخرب بيتي بنفسي يعني. يا دكتورة الحقيقة يعني بصي، مراتي على طول على السوشيال ميديا مشغولة بيها، ومركزة في الفيديوهات والبوستات وكل الأخبار والفضايح اللي بتنزل، وكمان ولا مركزة معايا ولا مع الولاد. الوقت كله يا دكتورة مشغولة بالقصص المزيفة والبلوجرز والكذب اللي بيتحكي في السوشيال ميديا. تصوري وتخيلي يا دكتورة لما بقعد يوم أجازة في البيت ما بلاقيش حد أكلمه، هي ماسكة التليفون طول الوقت، وكأني أنا يعني مش موجود أصلا في البيت. لدرجة إن لما بقول لها هنزل في يوم أجازتي، مفيش مرة قالت لي رايح فين؟ هتنزل ليه يوم أجازتك؟ طب اقعد معانا حتى في البيت شوية. وما بتعملش زي باقي الستات خالص. لا يا دكتورة، دي ما بتصدق. اتخانقت كتير معاها، ومش عارف اعمل معاها ايه بصراحة يعني. الحقيقة يعني نفسي تكون سمعانة وأقول لها إن أنتي بتزقي جوزك وبتدفعيه إنه يخونك، وكمان ممكن يتجوز عليكي. أنتي بتعملي إيه؟ أنتي بتهملي جوزك الحقيقي عشان تتفرجي على شوية ناس وصحاب ملهمش أي وجود. عندك وقتك الفاضي استخدميه، لكن جوزك له حقوق. لو كان الموضوع بالمشقلب كنت عملتي ايه؟ لكن هو طول النهار اللي بيقعد على السوشيال ميديا، وانتي اللي بتقولي له لو سمحت اتكلم معايا، انت غايب طول النهار. مش كنت بعتيلي واشتكيتيلي وقلتيلي بيهملني طول النهار عشان السوشيال ميديا؟ انتي بتعملي كده ليه؟ السوشيال ميديا نفسيا فيها ادمان، ده حقيقي. وهو عموما الموبايل فيه نوع من انواع الادمان. المشكلة ان بعد فترة احنا بنستسهل التعامل الغير مرئي عن التعامل الشخصي بيننا وبين حد. فانت بتتعاملي عن طريق السوشيال ميديا، مش محتاجة انك تحاسبي على حاجات كتير قوي. لكن مع شخص تاني بتحطي حسابات في دماغك انت مش عايزاها. انت عايز تريحي دماغك، انت براحتك تكملي زي ما انت كده، هيجيلي من عندك حالة طلاق قريبة، او حالة خيانة، او احنا نشوف له عروسة، لان دي مش عيشة. مفيش واحد هيعرف يعيش كده. يا اما بقى نحس بالنعمة اللي معانا، وديكي شايفة مشاكل المطلقات، وحافظي على جوزك. انا من زمان قوي ما سمعتش جوز بيقول نفسي اقعد معاها، نفسي تقولي ما تخرجش. الكلام ده انا نسيته يا بنتي، والله نسيته. فانا بقولك لاخر مرة، يا اما تفوقي يا اما انت مشيتي في طريق خسارته. نشوف كمان كده ايه معانا. طيب نطلع فاصل، حاضر نطلع فاصل ونرجع تاني. ورجعنا بعد الفاصل ومعانا مداخلة، نسمع كده. مساء الخير يا دكتور أمنية. مساء النور. أنا واحدة كنت عايشة حياتي عادي خالص، ما بحكيش أخباري لأي حد، يعني ابتدت علاقتي بالسوشيال ميديا من خلال الجروبس بتاعت الستات. لقيتهم كلهم بيحكوا مشاكلهم، أخبارهم، يشاركوا مع بعض ويدردشوا، ودينا كلنا بنتسلى. ابتديت أعمل زيهم، أحكي مشاكلي مع جوزي، وكان في اللي بينصحوني إن أنا أنكد عليه علشان يصالحني ويعمل أي حاجة أطلبها منه، وفي منهم اللي نصحوني إن أنا أتطلق. المشكلة إن أنا فعلا اتطلقت، اتخرب بيتي واتشردت، لأني أنا لا بشتغل ولا عندي أي إمكانية حتى إن أنا أعمل كده. أنا فعلا ندمانة، أنا مش عارفة أنا عملت كده إزاي. انت عارفة انهم فعلا خربوا بيتك
بس عايزين نتكلم بقى على جروبات الستات دي. انا دخلت اتفرج على اللي موجود فيها. معظم الستات عماله تحكي عن عالم خيالي، اللي سعيده مع جوزها والرومانسيه مغرقاهم، والعصافير بتصوصو طول النهار. وانا متاكده ان ممكن يكونوا هما الاتنين متخانقين وكل واحد في اوضه. اللي بتحكي عن جوزها قد ايه علاقتها الخاصه معاه غير طبيعيه وجميله وهو غالبا ما قربلهاش من 3 سنين. الكلام اللي بيتكتب ده اللي بتقروه مش ده الحقيقه. دي ستات بتطلع الكبت اللي عندها او بتعيش في حياه غير طبيعيه. ويعني ايه ادخل على جروب ستات مش عارفه مين الستات دي اصلا؟ على الاقل طب الواحد لما بيحكي لحد بينقيه. ادخل على جروب بتاع ستات انا مش عارفه مين الستات دي. الستات دي تقاليدها زي تقاليدي ولا لا؟ تفكيرها زي تفكيري ولا لا؟ ازاي اعمل كده؟ ولو بتتكلمي على الطلاق، انا عندي حكايه. ويعني صاحبتها كانت عندي، هي كانت دخلت على جروب من جروبات الستات واشتكت من حماتها. ما جاش في بالها خالص ان اخت جوزها على نفس الجروب. الحقيقه هي ما اشتكتش بس من حماتها، هي تقريبا شتمتها. فراحت اخته واخده السكرين شوت ومورياها لاخوها اللي هو جوزها، وانتهت هنا الجوازه. انتوا بتعملوا ايه؟ مش هقدر اقول لك حاجه. حاولي لو في امل انك ترجعي لجوزك تاني ارجعي له. يا رب يكون في رجعه. اشكرك. معانا رساله من بنوته صغننه عندها 17 سنه، هي في كليه الطب. بتقول اتصدمت في مامتي، ربنا يستر. اتصدمت في مامتي لما كنت واخده تليفونها اشوف حاجه، فلقيت رساله جت لماما من راجل غريب، ولما دخلت على الرسايل اوبا لقيتها بتكلم واحد على الشات وبينها وبينه علاقه، وحكيها له بقى انها صغيره ومش متجوزه ورسايل حب. وانا بجد مصدومه، انا مش عارفه اعمل ايه، لا طايقاها ولا بحترمها ولا بقيت بهتم بمذاكرتي. لا استني بقى، انا ما بدافعش عن مامتك، بس احنا لازم نكون عارفين ان الاهل دول بشر وارد يخطئوا. يعني الاهل دول مش انبياء، حتى الانبياء بتغلط. الاهل دول بشر، زي ما انتي بتغلطي هي كمان ممكن تغلط. ويا رب وانتي في سنها ما تغلطيش زيها. وموضوع انك بتتلككي بقى ان انا هفشل وما انجحش وحياتي جحيم عشان اتصدمت واتعملت، واضح ان ماما منفصله عن بابا لانك ما جبتيش سيره بابا خالص. انا شايفه ان الافضل من ده كله انك تواجهي مامتك، قولي لها حصل كذا وكذا وكذا. حتى لو هي كشفت لك الضعف اللي في حياتها، هي محتاجاكي جنبها. فكري فيها بطريقه تانية، هي بتعمل كده لانها مش لاقيه لها حياه اصلا، وكمان مش عايزه تواجه الواقع بشخصيتها. صدقيني امك محتاجاكي، مش دايما ولادنا اللي محتاجيننا. انت مش صغيره على فكره، انت عندك 17 سنه، انت فاهمه كلامي كويس قوي. اقعدي اتكلمي مع مامتك، ولو مامتك محتاجاكي اديها وقت. وعيكم في الجيل ده اعلى من وعينا بكتير. حقيقي انت مش محتاجه انك تعملي الدراما دي انك تأثر على مستقبلك، لكن متضايقه من مامتك وكل الكلام ده، انا معاكي. روحي واجهيها وهي هترد عليكي.